ثلاثه ديال النقط اساسيه ومهمه فقط اللي خاصك تعرف باش تبدا المسار ديالك في التعلم ديال اللغه الانجليزيه. غنقولهم لك في هذا الفيديو هذا تبع حتى الاخر. النقطه الاولى هي القواعد ديال اللغه الانجليزيه اللي كيتمثلوا في 12 زمان، مما يعني انك اي جمله شتيها في اللغه الانجليزيه سواء سمعتيها في الموسيقى، شتيها في شي فيلم او مقال او كتاب، الا وانها في شي زمان معين، وخصك تعرف انت هاد الازمنه هادو باش تقدر تفرق وتعرف اين زمان فاش كاينه ديك الجمله، واش في الحاضر، واش في الماضي، واش في المستقبل الى اخره. النقطه الثانيه المهمه اللي هي الكلمات والمصطلحات والمفاهيم ديال ديك اللغه. فبالاجتهاد ديالك تسمع موسيقى، تفرج في الافلام، تقرا كتب، ديكسيونير الى اخره، تقدر تجمع واحد الباكاج ديال 1000 كلمه في مجالات معينه، مثلا المجال ديال الطبخ، ديال الرياضه، ديال التعليم، الطيارات والسيارات، الملابس الى اخره. النقطه الثالثه والاخيره اللي هي البرونسيشن او النطق وطريقه الكلام او اللكنه الصحيحه في ديك اللغه. هادشي ما كاينش انك تمشي فقط تدرس اللكنه او البرونسيشن او طريقه النطق بوحده وتركز عليها 100%، حيت ما يمكنش تولي بيرفكت. تقدر تكون اقرب للبيرفكت يعني المثاليه، ولكن عمرك توصل للمثاليه في اي لغه الا ما كانتش اللغه ديالك الام. يكفي فقط انه يكون عندك واحد الوضوح في اللكنه ديالك وفي الكلمات اللي كتستعمل او في الجمل اللي كتستعمل، باش غير الانسان اللي اونفاس معك او اللي كتهضر معاه يفهم اش كتقول. ولا بغيتي فيديو كيشرح بالتفصيل وبتدقيق وبطريقه اعمق وبطبيعه الحال بالدارجه هذا الشيء كامل اللي قلت في هذا الفيديو هذا، راه كاين الرابط ديالو في البايو، تجي تلح في يوتيوب في اقل من 5 ديال الدقائق، تدخل تفرج فيه راه غادي ينفعك بزاف. and see you in the next video.